السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الشخص الذي طرحنا موضوعه عليكم، الذي باع ابنه ب2000 ريال سعودي. أتينا اليوم لزيارته بعد أن تبرع له فاعلين خير. إحداهم تبرع ب400 ريال سعودي والآخر تبرع ب15,000 ريال يمني. السلام عليكم يا أخي، كيف أنت؟ الحمد لله. من أين أنت يا سيد الناس؟ أنا من محافظة دماء. من أين، من أي منطقة؟ في حارة الجيش. ايش الذي دفع بك البيع ابنك يونس؟ أنا دفع بي والله، أنا كنت مضطر وأنا في أمس الحاجة، وأنا حطيته عند واحد اسمه عبد الله المنقذي من منقذة، وأنا حطيته وأنا مضطر ولا يوجد في جيبي أي قيمة حليب، وأنا في أمس الحاجة ولا أخلي ابني يطيح في يدي. بعدين الحين كيف حالتك المادية كما بتشاهدون؟ هذه حالتهم المادية. هؤلاء أطفال. كم معك أطفال يا سيد الناس؟ معي 8 أولاد. 8 أولاد. ومستأجر إيجار ولا هذا بيتك ملك؟ هذا إيجار بشهر 6,000 ريال. 6,000 ريال. كم منه غرف؟ غرفة واحدة ومطبخ صغير وحمام. المطبخ الصغير هذا المطبخ على التنين. صغير، مش مطبخ هذا يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه البقعة وهذا الغرفة، يعني واحد بيرقد طالع واحد نازل. لا كيف الجهال كيف يفعلوا هذا عيالك؟ كم معك جهال؟ 8 أولاد. 8 أولاد. ما قلت لي ما هو الذي دفع بك البيع يونس؟ دفع بي أني أكلكم مضطر وأنا في أمس الحاجة وما فيش معي قيمة حليب، وأنا حطيكم عند واحد واليوم الثاني لا الحين كيف وضعك؟ ايش بتعمل؟ طاحي جالس رابخ، لا معي شغل ولا معي أي حاجة. بتجمعوا صح؟ وين الساحة اللي قاعد جمعتنا اليوم؟ إلا كورة اليوم ولا ايش جمعتنا؟ جمعتنا اليوم. إلا كان مقابل إلا كان سؤال فاضي. الذي أنا بتجمعوا لا بينهم. الله يفرج همك يا أخي ويرزقك من حيث لا تحتسب. هذه 400 ريال سعودي. عدها كم هي؟ 400. 1 2 400. 400. وهذه 15,000 ريال يمني من فاعل خير. وإذا في أحد عايز يساعدك بارك الله فيكم جميعا لا تقصروا مع أخونا الأخ من أحمد ناجي الزرقاء. أحمد ناجي الزرقاء، يعني إسرتان حالتهم لا أعلم بها إلا الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله نجد من يقف بجانبك، ومن يريد أن يتواصل يقدم لك القليل والكثير يتواصل معنا على الرقم 4737 637. وأنا بدوري سأوصل يا الأخ أحمد ونوثق التسليم. تحياتي للجميع، بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله جميعا كل خير. أخوكم جميل زياد. ما أرسل مني كفكم. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله يا أخي إذا فيما عايقصروا معك بإذن الله، بإذن الله ما عايقصروا معك، نحاول نزل نطرح موضوعك على الأصدقاء، وربي كريم الله يسهل لك وينجيهم من المصايب ومن الحروب. آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله ما تكرر هذا، إن شاء الله ربي يسهل أمرك إن شاء الله بإذن الله. تحياتي لك. هذا البطل اسمه هذا يوسف وهذا إبراهيم وهذا كذي داخل هيثم. كلهم دقوا على الجهة عدن صار. وهذا يونس. هذا يونس دي بتاع وحبسوك وخرجوك بعد ما عرفوا ان انت بعت له الحاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا يما دعوه الشفاء لنا الخير. آمين. آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الأخ أحمد الزرقاء الذي ذكرنا سابقا أنه تم بيع ابنه بسبب عدم قدرته على توفير الحليب. الحمد لله رب العالمين تم بناء البيت واستكمال البيت نهائيا كما هو موضح، وفرش البيت بحضور هذا الأخ مدير التحقيقات ضابط التحقيقات بشير الحربي. وهذا والد أحمد الزرقاء، هذه زوجته وهذا بيته. كذلك تم شراء اليوم بعد ما تم استكمال هذا الحمام، هذا المطر دراجة نارية، وهذا الغرفة الأخرى كما هو موضح. كذلك الخزان تم شراء خزان الماء. هؤلاء أطفاله. هذا البيت باسم الولد يونس. بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله جميعا كل خير. هذا أحمد. يا أحمد كيف حالك يا أحمد؟ ايش رايك؟ ما عدا الذي ناقصك، ما هو الذي سبر لك فاعلين الخير؟ سبروا لي الله فاعلين الخير، تعاونوا معي بكل جد واخلاص، وحيث انهم قاموا ببناء هذا البيت، وحيث انهم عملوا لي في الالواح، حيث انهم ادوا لي مفيد، وبالاضافه الى الفراش والمتر الدراجة النارية. إن شاء الله من اليوم مساعدا أن أنت كنت تطلب الله بالمتر وتشتغل وتشقى على أطفالك بإذن الله. نعم. أن كنت سابقا يا أحمد
أو كنت سابقا أول مرة في البيتروم حق مظلم، يعني حيث كانت عيشتي مدهورة ولا أجد أي حاجة. والآن كيف أصبحت حالتك يا أحمد؟ الآن أصبحت حالتي تمام الحمد لله. أختي أشرى، كيف أصبحت حالتكم بعد ما كنتوا علي سابقا؟ في جنة جنان حالي. الحمد لله، كثر الله خير فاعلين الخير، جزاهم الله كل خير. الأخ من يا سيد الناس؟ مشير الحاجة. هذا يعني ايش رايك احمد؟ كان جاء عندكم اتى عندكم للتحقيقات ولا انتم اخذتوا انتم للبحث؟ والله احنا وصلنا البلد طبعا. هم هو على اساس انه ابو الطفل باع الولد، وامه بحثت عنه ووصل لها كلام انه مع شخص معين، فراحت على اساس انه تجيبه. الشخص اللي اشترى الطفل رفض يسلم الولد لانه ما يعرفش ام الطفل. جابوه للبحث وقالت التحقيقات وتوصل الموضوع انه الاب باع ابنه. والحمد لله. كيف اصبح حالها؟ كيف بتشوف حالها؟ الحمد لله ما شاء الله. احمد يحافظ على البيت واثاث البيت. نعم، من فاعلين الخير، ويحافظ على ابنائه ايضا ان شاء الله. هذا الطفل يونس كما تشاهدون الحمد لله. وهذه هي الأستاذة عزة الذي دلتنا على الحالة، الله يبارك فيها ويجزاها كل خير. ما عاد باقي يا أستاذة عزة ناقص؟ جزاه الله خير. الأخ جميل زياد هو الشخص الوحيد الذي قام بالتعاون معنا والتفاعل من بداية البناء. تم بناء المنزل وتأثيثه كامل على حساب الأخ جميل وفاعلي الخير بتعاون الأخ جميل، لأنه الذي وقف معنا بحيث إن إحنا كنا في فترة ما استطعناش أحد يوقف معنا في بداية البناء، وقفوا أهل الخير. لكن لما تواصلت مع الأخ جميل زياد، كان الأخ جميل زياد رجل كفاءة واستطاع أنه يوفر من أهل الخير المساعدة وبناء البيت واستكمال البيت وفرش البيت وتوفير المطر لكي يعيل أسرته وتوفير الخزان للمياه، وما زال في دعم مستمر لهذه الأسرة واهتمام كبير من الأخ جميل زياد وكل فاعل الخير، فجزا الله الأخ جميل خير الجزاء هو فاعل الخير. في المقدمة بارك الله في فاعل الخير، وبارك الله فيك يا أختي العزيزة على يعني أن نضر مثل هذه الحالة، فأنت السبب الوحيد من بعد الله الذي دليتنا على هذه الحالة. وهذا والد الطفل، وهذا والد أحمد جد الطفل أنس. كيف حالك يا عم أحمد ولا اسمك؟ الحمد لله عم ناجي. عمي ناجي، كيف أنت؟ كيف بتشوف أحمد؟ ما عاد ناقصه؟ ما عاد حاجته؟ حاجته بدأ يتكلم إذا حاجته شيء. أنا كيف أشكر تشوف؟ فاعلين الخير وأشكر العاملين عليها وأشكر من سعى وأدى لولدي. كيف أصبح حال أحمد بعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. وكل حاجة موفق. الحمد لله. ايش عاد ناقصك يا احمد؟ عاد في نقص عليك؟ عاد في حاجه نقص عليك؟ واحنا قادرين نوفرها من اجل تقوم بالواجب تجاه اطفالك وتطلب الله. ايش عاد ناقص عليك يا احمد؟ ايش عاد ناقص عليك يا احمد؟ يعني أقل المطبخ أقل ادوات المطبخ ان شاء الله. ادوات المطبخ بعد ما وفرنا الخزان انا اشوف ان ما عاد ناقص عليك الا حاجه واحده، تهتم بنفسك واطفالك وتشل المطر وتطلب الله عليهم، لانه ما عاد يلزم شيء اي فاعل خير انه يزيد يقول لك يزيد يوفر لك قوت جهالك بعد ما قد وفرنا لك الدراجه الناريه تطلب الله فيها. والبيت ما عاد شيء ايجار الحمد لله، بيت مكتمل. الله يكتب اجر فاعلين الخير، دعواتكم لهم. بارك الله فيكم جميعا اصدقائي الطيبين وجزاكم الله جميعا كل خير. اخوكم جميل زياد. ويصلح اولادهم وانتم كذلك. الله يبارك في فاعلين الخير في المقدمه وجزاكم الله جميعا كل خير. وتاعبين. تحياتي للجميع، اخوكم جميل زياد.